السلام عليكم. اليوم راح اسوي صمول الكهربائي العراقي. المواد اللي احتاجها عندي هنا 3 اكواب طحين، ملعقه كبيره خمره، ملعقه صغيره ملح، عندي ملعقتين كبار سكر، عندي هنا حليب دافي كوب، تقدرون تستخدمون المي بس انا راح اضيف حليب، راح اضيفه اهم شيء يكون دافي واعجن. اذا احتاج طحين اضيف، واذا احتاج حليب اضيف، يعني المهم احصل على عجينه متماسكه. عندي ملعقه ونص زبد، الزبد اخر شيء اضيفه، اول شيء خلي اعجن العجينه. هسه راح اضيف هنا ربع كوب مي او حليب لان تحتاج مي. هسه راح اضيف ملعقه ونص زبد واعجن. هسه كملت العجينه، راح اتركها تختمر بمكان دافي ساعه ساعه ونص. اهم شيء اغلفها بالنايلون واغطيها حتى تختمر بشكل جيد بشكل سريع. هاي بعد ما اختمرت العجينه راح اقطعها على شكل كرات متساويه. قطعت العجين على شكل كرات متساويه، راح اتركها في دقيقتين حتى اقدر افردها. هسه بعد ما ارتاح العجين راح اقلبها على هذه الجهه الثانيه وافتح العجين بشكل طولي. هسه بعد ما فتحتها بهذا الشكل ابدي اسوي على شكل رول، واغلق الاطراف اهم شيء حتى لا تنفتح عندي اثناء الخبز. اسوي على شكل صمونه واخليها بالصينيه، واهم شيء تكون مسافه بيناتهم. هسه مثل ما تشوفون خليته بالصينيه وبيناتهم مسافه، واغطيهم واتركهم اكثر من نص ساعه، يعني تقريبا من 30 دقيقه ل 40 دقيقه اتركهم حتى يتضاعف الحجم. وبعدين عندي خليطه من البيض والحليب ادهن الصمون، بس اهم شيء هسه يتغطى وينترك فد نص ساعه. هسه بعد مرور نص ساعه مثل ما تشوفون تضاعف الحجم. عندي هنا خليطه من البيض والحليب، راح ادهن الصمون وادخل الفرن، اشغل من جوا بعدين من فوق، او اشغل من فوق وجوا على درجه حراره 200 او 180 يعني حسب حراره الفرن. وهذا الشكل النهائي للصمون الكهربائي العراقي، كلش طيب، يعني ما اقول لكم يعني جدد نافش، يعني طريقه كلش حلوه وسهله. وهاي سويت انا 3 اكواب، سويت عندي هاي الكميه، وسويت اليوم وياه شاورما مال دجاج كلش طيب. وش قد نافش، يعني ما شاء الله ما شاء الله، اسفنجي نفس الجاهز وبعد حتى اطيب. قطني ما شاء الله كلش طيب، جربوه وان شاء الله يعجبكم. سويت اليوم وياه شاورما مال دجاج، وانتظروني بفيديو جديد ان شاء الله. مع السلامه. هاي اليوم سويت شاورما مال دجاج، جربوا كلش طيب وسهل وان شاء الله يعجبكم. انتظروني بفيديو جديد ان شاء الله. مع السلامه.